رخرة بطلي سويت. انا مش بصوت، انا بزغرط. فرحانة قوي؟ طبعا ما افرحش ليه؟ مش فرح بنتي. غلط، المفروض تبقي زي اي ام بنتها هتفوتها تقعدي تعيطي واحنا نسالك مالك تقولي مش بنتي هتفوتي وتقعدي فيك، كله فيك والفرح فيك. يا بابا انا اللي هسوقها زيت فري، ما انا بقول لك من دلوقتي اهو. يا اختي يا حلوه والله وخلفت الرجاله. هتاخد اختك لواحد غريب حيالله جوزها؟ انت لسه بتقول جوزها اهو. ولو انا لسه ما قلتش كلمتي. ما قلتش كلمتك ازاي؟ ده فرحها. هو الفرح اتعمل ليه غير عشان يبوظ؟ ما يا ابوك الكاميرا لسه بعيد مش مشكله. ان شاء الله في اللي جايه ان شاء الله. عشان عمر خد دي. ايه ده؟ خد دي اسمع مني. ايه ما تفضحناش هتضيعنا يا ابني. انا كده هفضحكم. امسك انا مش محتاج حاجه. ايه ده؟ دي حبايه اسهال لانه تعبان حبيبي اكل حاجه تقريبا فيها. ليه عمر هو ايه ده بجد؟ يا روحي ايه بقى؟ مش هتقولي لي خلي بالك منها وما تزعلهاش والكلام ده؟ معقول اقول لابني خلي باله من بنتي وانا وافقت عليك ليه؟ وسمير كمان وافق عليك عشان عارف ان انت بتموت فيها، ولا ايه يا فاطمه؟ اكيد طبعا، بنتينا وفعنينا حبيبتي. ان شاء الله بقى انا هموت. وانا كمان هموت بجد. هموت واقلع الجزمه والبس سنيكرز عشان اعرف ان انا ارقص بقى وانبسط. جزمه ايه؟ انا هموت واقلع هدومي كلها. احنا في وسط الناس هيسمعوا. ناس ايه؟ الناس دي كلها عارفه ايه اللي هيحصل كمان شويه. انت مش شايفه باباكي مش طايقني ازاي؟ عارف الاعصار اللي جاي. بابي لا بس ما تدنيش. بابي تعالى عمر عايزك. شويه كده. ايه ده؟ معلش ده انا هاجي هنا. حبيبي شويه كده عشان الصوره بس هيقولوا انت مين. طب انا العريس. من فضلك. معلش يا حبيبي معلش. ريم ما تيجي نروح. عمر ايه مش معقوله صوت شخيرك مغطي على صوت الموج. فعلا اصل الجو جميل قوي خلي الواحد عايز ينام. طب انا زهقانه، ممكن نقوم نعمل اي حاجه؟ عايزه اتمشى، عايزه انزل الميه، اي اكتيفيتي. لا اكتيفيتي ايه؟ انا مش قادر خالص. وانت ما تعبتيش من امبارح ولا ايه؟ فين الصحه؟ فين الصحه؟ ده انا ظهري قافش من امبارح قفشه سودا. انا مسافره مع ابويا. سيبيني انا ارتاح وانت يا حبيبتي انجوي واعملي اللي انت عايزاه. لا انا عايزاك تعمل معايا حاجه بليز عشان خاطري، عايزه اعمل اي حاجه. يلا انزل. طب هقول لك على فكره حلوه، ممكن تروحي هنا تحفري حفره كبيره كده وما تخلصيها يبقى صحيني ماشي؟ عمر انت سخيف على فكره، انا مش عايزاك، انا هقوم اعمل اللي انا عايزاه لوحدي. انا انجوي. لا يا عمر لا، عشان خاطري بليز. مش قادر والله. عشان خاطري انا عشان خاطري. يا روحي كنتش بس بضعف قدام عينيك الحلوه دي. خلاص روحي غيري هدومك وتعالي صحيني. اوكي صح؟ خليك. يا عمر انت نمت تاني يا عمر. ايه لا ما نمتش انا صح اهو. اللي انت لابسه ده؟ ما انا اصلي عارفاك، انا لو جيت لابسه مايوه هتقولي اصل انا بغير واصل انا بتنيل. ايه الرومانسيه دي يا روحي؟ وما انا عايزه اعمل سنوركل. سنوركل يا حبيبتي الميه تلج وانت عارفه باباكي محاسبك وبيخاف عليكي قوي، يعني لو جالك برد مش هيسيبني في حالي. عمر بجد انت وعدتني بليز بليز عشان خاطري يا عمر. بليز عشان خاطري، عارفه ان انا بضعف. يلا يلا. بقول لك ايه؟ نعمل بقى سنوركلينج هنا. لا عايزه ادخل جوه اكتر. لا جوه مين؟ هنا فل قوي. يلا يا بنتي. يا ريم ما بحبش الهزار ده. فينك ما بحبش الهزار ده. يا خواف. خواف؟ طيب يلا. ريم قلت لك يا ريم ما بحبش الحركات دي. اطلعي بقى. ريم 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 الحقوني. في حاول في
يا ابني اللي انت عامله ده؟ وايه الشرب ده؟ خص عليك، ليه كده؟ من امتى ده؟ سمحتوا يا جماعه محدش يحرك حاجه مكانها. هنحرك ايه ولا ايه بس؟ يا ابني انت كده بتغضب ربنا. لو سمحت يا ماما بقى. خلاص يا طنط سيبيه براحته. هسيبه ايه اكتر من كده؟ احنا هنعند ربنا في قدره؟ يعني اسيب لكم البيت يا جماعه عشان تتبسطوا؟ وايه اللي هيبسطنا في كده بس يا حبيبي؟ معلش يا عمر، حقهم انت قافل على نفسك بقالك كتير. ايوه يا سيدي، يعني ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ بالراحه يا عمر، بالراحه، احنا كلنا عايزين مصلحتك. عمر انت لازم تروح لدكتور. ليه ان شاء الله انا كويس ما فيهاش حاجه. طب قوم، يلا قوم معايا، قوم معايا عشان تاكل. يا ماما دماغي هتنفجر، عندي صداع جامد مش قادر. ابني حرام عليك، انت كده بتموتني بالبطيء. يا ربي، انت كده فعلا هتموتها، هتموت من الحسرة عليك. قوم يا عمر، قوم يا حبيبي صلاح بليز. راسي. حاسب يا ابني. تمام. معلش يا ماما حقك عليا، خلاص هروح للدكتور. ايه الريحه الوحشه دي؟ ايه؟ قوم اغسل بقك من القرف ده. يو بقى يا ماما بقى. برضه يو كمان؟ حاضر يا ماما حاضر. استاذ عمر يتفضل. هو قدامه قد ايه تقريبا؟ ايه؟ مالكوا قاعدين كده ليه؟ اهبل انا؟ مجنون خايفين اهرب؟ ما انا كويس. اتفضلوا امشوا. حاضر يا عمر. خلاص حاضر يا عمر. الحجز اللي عندي باسم هنا. دي اختك صح؟ ايوه. افهم من كده انك انت جاي لي غصب عنك. دي حقيقة. يبقى مش هعرف ابدا اساعدك. لو عايز تقعد اقعد، لو مش عايز في العادة أول سؤال بنسأله بنقول إيه اللي خلاك تفكر تيجي للدكتور؟ بس أنا هسألك سؤال تاني. ليه وأنت في حالتك دي رافض إن أي حد يساعدك؟ تساعدني إزاي يعني؟ أنا مش مقتنع أروح لحد ما أعرفوش أحكي له تفاصيل كتير قوي عني عشان في الآخر يديني دواء. أنا ما بكتبش أدوية. أنت أصلا مش مريض. أنت كل اللي محتاجه إن حد يساعدك. والكلام هيفيدني في إيه؟ هيرجع لي مراتي تاني؟ اللي بيروح ما بيرجعش تاني. لو أنت رحت لأي حد عشان يساعدك مش هيرجع لك مراتك، لكن انت هنا عشان انت اللي ترجع، لكن هي مش هترجع. ممكن تفهمني ايه اللحظة اللي انت وقفت عندها؟ كانت في ايدي وفجأة ما لقيتهاش. حاسس اني اتخذت على اخوانا، ملحقتش اودعها. لو كنت ودعتها كنت ارتحت. انت عارفة يعني ايه تبقي مع الراجل اللي بيحميكي وما يعرفش يحميكي؟ انت عارفة هي كانت حاسة بايه؟ يمكن ما حسيتش. ايه اللي مخليك متأكد قوي انها في اللحظة دي حست بأي حاجة؟ عشان ما فيش حاجة اكيد انا مش عارف ارتاح، وحتة بقى انها في مكان احسن والكلام ده مش بيريح خالص. عشان هي لو في مكان احسن انا عايز ابقى معاها. بتفكر تنتحر؟ كتير، بس خايف لو مت منتحر ما اشوفهاش. اصل انت ما تعرفيش هي كانت طيبه قد ايه. عشان هي طيبة وانت منتحر مش ممكن هتبقى معاها ابدا. الصور اللي احنا بنكونها في الحياة عن الاشياء كلها موجودة جوانا. حتى خيالك عن المكان اللي هي موجودة فيه دلوقتي ده كمان موجود هنا
المشكلة إنها مش موجودة هنا وبس. أنا هخليك تشوفها. إيه؟ وهخليك تتكلم معاها. إزاي؟ هنشتغل على مشاعر الوجع اللي بسببها مش عارف تعيش. أنا مرتاح أوي لفكرة إني ممكن أشوفها، بس اوعي تكون هتخليني أنساها. لا أنا ما عنديش القدرة دي أبدا أبدا. دي حياتك أنت وتجربتك أنت. أنا ما أقدرش أتدخل فيها. أنا مجرد جايد. طب نرجع تاني لجزئية إن ممكن أشوفها دي. إزاي ممكن أشوفها؟ تمرين، جلسات استرخاء. هخليك تتواصل معاها من جواك. طب أنا هعمل إيه بالظبط؟ تغمض عينيك. أيوة. كل نفس أنت هتاخده هيدخلك ويدخل عضلاتك المشدودة في حالة من الاسترخاء مريحة جدا ليك. أنا عايزاك تتخيل سلم. السلم ده من صنع خيالك أنت. هنسمي سلم الاسترخاء. كل سلمة هتنزل عليها هتاخدك لإحساس أعمق وأعمق وأعمق. أنا هنا هبقى جنبك أساعدك، ولو حاجة حصلت وأنت في الحالة دي وضايقتك أنت اللي هتسيطر عليها، لأن كل ده جوه دماغك أنت. هتلاقي قدامك بوابات أنت الوحيد اللي عارف عددها. اختار بوابة منهم وادخل منها. الراجل ده هجيب حاجه واجي بسرعه. حاجه ايه يا احمد؟ حاجه كده اجيبها بسرعه. حشيش طبعا صح؟ بجد يعني ايه القرف ده؟ مش وقته. خلاص انت بقيتي جامده وبتعرفي كل حاجه. الجو حلو والدنيا هتبقى حلوه قوي بالليل، واكيد هنا في الصفه حلو، فهجيب حاجه بسرعه. ماشي مش تاخر. بجد يعني مفيش ولا نقطة شبكة؟ طيب سوري انا اسفة. انت بتصوريني ولا لا ايه؟ طبعا مش بصورك، مش قصدي، انا جيت علشان ادور على شبكة في تليفوني. سوري. انا اصلي جيت ادخل الحمام وما توقعتش حد يسيب الكامب ويجي يعني، بس شكلي دخلت الحريمي وسبت رجالي. معلش انا اسفه قوي. انا لا. انا ما كانش قصدي والله. انا همشي واسيبك. لا خلاص تعالي اتفضلي، مش هبص عليكي. فندم؟ لا قصدي يعني سيف. هاي. ثانية واحدة. سيف. هاي. برضو؟ سيف، انا ليلى. عندك حق بصراحة. انا متاسفه جدا. انا طلعت هنا فوق الجبل عشان كنت بدور على شبكه بس على التليفون. هو مفيش شبكه في اي حته؟ انسي خالص، مفيش، وده احسن حاجه هنا، تفصلي عن الدنيا كلها. يعني الموضوع مش ممكن يقلب ملل شويه ولا ايه؟ لا انت شكلك بقى مالكيش في السفاري. بصراحه لا، يعني هي اول مره ان انا اجي اصلا هنا،
بس انت شكلك خبير صحراوي قديم. الا خبير جدا، ده هنا من 9 الصبح. اول مره اجي يا بنتي. برضو انا اصلي جبت عربيه 4x4 فقلت بقى ايه اجي الصحراء اشوف الدنيا ماشيه ازاي، بس قشطه. واحنا اتقابلنا قبل كده؟ لا، انا شفتك بس تحت وانت قاعد بترقص مع البنوته الصغيره. برقص؟ ده انا بهبل. لا، ما كنتش بتهبل خالص، كان شكلك فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه، بالذات لما وقفتها فوق رجلك. بابي كان بيعمل كده معايا زمان. لا انا ما بعرفش ارقص، يعني انا بقى اي هبل كده. هبل؟ سيب نفسي خالص، سيبي نفسك كده على المزيكا. خدي اتحركي كده، الجو هنا محتاج الواحد ينطلق. جربي كده. اجرب ايه؟ جربي يا بنتي، فكي طلعي كل اللي جواكي. بصي حركات كده مع المزيكا، اي حاجه. انت لسه واقفه؟ جربي اتحركي على المزيكا كده. لفي بقى كده، لفي. يا بنتي قلبت عليك الكم كله. ما كانش في شبكه في التليفون فطلعت ادور. سيف، احمد، خطيبي. خطيبك؟ ازيك؟ كانت تايهه فوق، وانت عارف الدنيا فوق كلها شبه بعض، فخلي بالك منها بقى بعد اذنك. ايه اللي وداكي هناك اصلا؟ قلت لك ما كانش في سيجنال على التليفون فطلعت فوق الجبل ادور على ارسال. خلصت القرف اللي انت كنت رايح تعمله؟ تاني؟ هنام يا حبيبتي، بس نام انت الاول. يلا. طب يلا نام. نعد 1 2 3 4. ايه ده انت رايح فين؟ اروح مشوار واجي على طول. رايح التويليت؟ نامي بقى يا أروبة انت بشعرك الحلو ده. يلا. ليلى، انت رايحه فين؟ مخنوقه بس شويه هتمشى نشم هوا. طيب بس ما تبعديش. حاضر. مش تعرف نفسك عادل؟ ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ وبعدين اعرف نفسي عادل ازاي يعني؟ تقول سيف متجوز، عندي ولد وبنت. بجد يعني هو ليه الرجاله ما بتعرفش نفسها صح؟ ليه الستات ما بتعرفش نفسها صح؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي ليلى ومخطوبه، مش ليلى بس. وبعدين في دراسه بتقول ان مفيش راجل متجوز بيقول انه متجوز الا لو البنت اللي قدامه مش عاجباه. دراسه ايه دي بقى؟ دراسه عالميه معروفه. يمكن عشان كده ناس بتلبس دبل. وعلى فكره هي ما جاتش فرصه يعني ان انا اقول لك ان انا كنت مخطوبه. انا الدبل بتخنقني بصراحه، ما بحبش البسها. وبعدين انا مش مهتم اعرف حاجه عن خطوبتك.
ايوه صح، انت فعلا مش لازم تعرف عني اي حاجه اصلا. انا مش عايز اعرف حاجه فعلا. ولا هقولك. انت بتحبيه؟ الجو مسقع النهارده شويه صح؟ هو الجو ناقصه حاجه كده تحسي. ما تقولش حشيش. حشيش ايه اللي بتقول ده؟ لا طبعا. ايه اللي مصحيك كل ده؟ انا ما نمتش اصلا. ليه؟ العيال بتعيط ولا ايه؟ لا هو العيال لو بيعيطوا مش هسيبهم. هو انت ليه ما نمتيش لغايه دلوقتي؟ بتفكري في علي؟ ما اسموش علي على فكره. ايه الفرق بالنسبه لي؟ اسمه احمد. ولا عادي احمد زي عادي. ولا ما بفكرش فيه. بتفكري في ايه؟ انت بتستعبط. احنا الاثنين بنستعبط. كان نفسي اقابلك من زمان. انت بجد بتستعبط. اللي احنا بنعمله ده غلط. اللي انت بتقوله غلط واللي انا بقوله غلط والقعده دي اصلا غلط. ساعات الغلط بيبقى هو الصح، بس للاسف بيجي في الوقت الغلط. دي دراسه برضو هي كمان ولا ايه؟ لا انا بستهبل بصراحه. الشمس هتطلع ولا ايه؟ انا لازم انام. قدامها 10 ثواني. 10. تيجي نعد مع بعض؟ يا سلام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ايه ده؟ هو انا بقالي قد ايه هنا؟ حسب وقت الجلسة يبقى مر ساعة و10 دقايق. اشرب مية. انا شفتها زي ما انا شايفك كده بالظبط، بس ما كنتش اعرفها. وانا كمان كنت واحد تاني وكنت متجوز. هو ايه ده؟ ده احنا بنسميه العالم المتوازي. ممكن تدخله وتتواصل معاه بس بعقلك الباطن. المهم انت حاسس بايه دلوقتي؟ مش عارف، حاسس اني متلخبط. انا شفتها بس ما كانتش ريم، حتى احساسي بيها كان مختلف. هي كانت شبهها بالظبط بس كان اسمها ليلى. طيب لما شفتها ارتحت شويه بس ما شبعتش. هي الجلسه الجايه امتى؟ السكرتيرة هي اللي يعني ممكن تحدد لك الميعاد. هي أدرى بالمواضيع دي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انت بتسألني انا؟ انت اللي هتقرر انت عايز تعمل ايه. هو الميعاد الجاي امتى؟ ثانية واحدة اشوف لك ميعاد. طيب لحد ما تظبطوا المواعيد هطلع اجيب العربيه. عمر انت بجد عايز تيجي تاني؟ ده الاسبوع الجاي نفس الميعاد. مفيش ميعاد اقرب؟ للاسف هو ده الميعاد المتاح. لو في اي تغيير هكلم حضرتك تيجي. طب يا ريت لو في حاجه اقرب تقولي لي. ميرسي قوي. تحكي لي ها عملت معاك ايه؟ احكي لي. مش عارف احكي لك بس خلتني اشوف ريم. ايه الهبل ده؟ انا بصراحه مش عايز اتكلم عن اللي حصل في الجلسه. طيب خلاص يا حبيبي مش مهم. المهم طيب انت حاسس بايه؟ حاسس اني متلخبط وعايز انام. طب نام شويه كده لحد ما نروح. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. هي طمني، عملت ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه، تعالى اتغدى واحكي لي عملت ايه. لا مش جعان يا ماما، انا هدخل انام شويه. طب ما تيجي تبيت معايا؟ لا ابقى مرتاح احسن هنا. على فكرة بقى انا كنت عاملة حسابي ان انا بايت معاك. من فضلك يا ماما عايز اقعد لوحدي، مش عايز حد يبات معايا. انا اسف يا ماما. ماما انا اعصابي تعبانه، محتاج ابقى لوحدي. انا لما ابقى كويس هاجي لحد عندك او هكلمك في التليفون تيجي تقعدي معايا. حقك عليا.
الله يسلمك. عمر انت كويس؟ تمام. طب احنا النهارده خارجين نتعشى بره، تحب تيجي معانا؟ شكرا يا جماعه، معلش مش هينفع. شكرا ليكم. ايه اللي محيرك كده؟ طمني، عملت ايه الاسبوع اللي فات؟ مفيش، رحت الشغل. كويس. رحت الشغل ليه؟ صبروا عليا كتير قوي في الشغل. مم. وفي ناس ملهاش ذنب ان حياتها تقع فيها كمان. وانت دلوقتي جاي عشان عايز تشوفها؟ طبعا. مش مفروض هتنيميني وهشوفها؟ انا قلت لك قبل كده كل ده بيدور في دماغك انت. عايز تشوف مين فيهم؟ ريم ولا ليلى؟ هو انا مع ليلى ما كنتش انا، ولا كانت دي تصرفاتي ولا حركاتي ولا كلامي، بس كنت مبسوط قوي ان انا شفت ريم برضه. بصراحه انا متلخبط. وانت عجبتك ليلى؟ عجبتني، بس لا هي كانت ريم ولا انا كنت عمر، وبرضه ما كملناش مع بعض، في حاجه بعدتنا. ما عندكش تفسير للي بيحصل ده؟ مش قادر افهم. انت كده جاهز للجلسه. غمض عينيك، خد نفس عميق قوي، طلعه ببطء وركز مع كلامي. هات الزيت. يلا. تمام كده. وريني. بصي يا ستي، ايه رايك؟ ايه ده؟ هو انا فين في الصور؟ نعم انت صعباتي، ما انت عارفه ان بصور ايديكي. يعني مفيش حاجه حلوه فيا غير ايدي وصوابعي؟ يا بنتي ما انت فاهمه كويس ان انا عايز هاند موديل، وانت بتيجي على طول على كده. ويعني الجبنه والايس كريم وكل الاعلانات دي مفيش مره هتستذوق وتصور وشي؟ وحشه يعني؟ والله يا قمر، بس انا قايل لك قبل كده لا بحب اصور موديلز ولا بورتريهات ولا ناس اصلا. ايه العقد دي؟ ومالهم الناس؟ مش فاهمه. التصوير بيقرب الناس من بعض، الكاميرا دي بتصور روحك، بتخلي اللي قدامك يقرب لك، وانا مش عايز حد يقرب لي ولا عايز اقرب من حد. لا ده موضوع تاني. ازاي؟ عشان مش بايدك ان محدش يقرب منك، بس بايدك انك تبعد عن اي حد. يعني عادي، خليك مصور من طرف واحد. بتهيألك مفيش حد بايديه قرر انه ما يحبش. عموما الحب والقرب والبعد مش محتاجين عدسات وفلاشات، عشان في ناس كده من اول ما تبص في عينهم روحك بتتعلق بيهم. بطل انت حجج، انت اللي فقري ومش عايز تبقى مشهور وعالمي. يعني انا لو صورتك دلوقتي هبقى مشهور وعالمي؟ جرب كده. طب روح اقف هناك. بجد ولا بتهزر؟ وقفي هناك بسرعه قبل ما اغرقك. يلا يلا بينا. ماشي. لا قربي شويه، قربي. ايوه. ايه مالك، في حاجه؟ هبل مش عايز. خلاص مش عايزني اعمل ايه؟ خليكي طبيعيه. طيب. لا طبيعيه مش مكشره، يعني اضحكي عادي. اضحكي. ايوه. ايوه بس كده. وريني. بصي يا ستي. يا نهار اسود على جمال امي، اجنن. شفت بقى؟ شفت انك بتعرف تصور؟ مش حمار زي ما انا بقول. حمار؟ طب انا همسح كل الصور. لا قصدي ناس تانية مش انت. بس سيبك برضو، القالب غالب. قالب غالب؟ عرفتي ليه بيجيبك في اعلانات الجبنه؟ ده انا هغيظ كارمن بالصوره دي. يا سلام، قد ايه انتي تافهه انتي وصاحبتك. صاحبتي ومديره اعمالها كمان. طب يا مدير انا جعان جدا، تيجي نروح نتعشى؟ سوشي. لا سوشي ده اكل قطط. هاكلك انا اكله حلوه بقى ترم العظم كده. يلا يلا.
انا مش هشتغل مع الستايلست دي تاني على فكره. انت شايفه هي بعت ايه؟ هي مش فاهمه اي حاجه في الكاركتر وهتلبسنا كلنا في الحيط. انا كمان شايفه انها ستايلست فاشله. انا مش فاهمه المخرج ده ماسك فيها ليه. سيبك انت بس من الموضوع ده. الصور الجامده اللي انت نزلتيها امبارح بالليل دي عجبتك؟ قوي قوي. مين اللي مصورها لك؟ ده واحد شاطر جدا. طب ومخبياه فين كل ده؟ انا بيقول انه مش عايز يصور بني ادمين. على اساس ان انت ايه؟ لا انا وضع تاني. ماشي يا ست وضع. يا ستي يا غالي وتنك مش هتعرفي تتعاملي معاه اصلا. تنك؟ اه. لا انت تجيبيهولي بقى النهارده. ما تقلقيش انا هعرف اتصرف معاه. النهارده يعني؟ ايوه كلميه. اكلمه حالا؟ كلميه حالا. ماشي. خليه يجي يصور لنا الصور اللي هننزلها على السوشيال ميديا بعد المؤتمر الصحفي. اوكي اكلمه. يلا انا هخش اجهز. يلا بقى. ايه في ايه؟ اول مره بترد من اول مره. انا غلطان رديت عليك يعني؟ بقول لك ايه، الصور عملت قلق. ازاي يعني؟ هو انت ما شفتش الانستجرام يعني؟ كارمن عايزاك النهارده. كارمن مين وعايزه مين؟ انا لسه صاحي يا بنتي. بقول لك ايه، انا هبعت لك لوكيشن وتجيني حالا. مش هينفع تعتذر، هتفتكر ان انا من نفسنا منها ومش طالبه خالص. لا 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 قولي لها ما ردش. لا ما ردش. ليه يا ابني؟ ده انا مظبطاك وقايله لها ان انت غالي وبتاع. يا بنتي مش مساله فلوس ما انت عارفه. مش هينفع، لازم تيجي. انا مش عايزه معاها حوارات. واطلب اللي انت عايزه، هم صورتين وخلاص. اللي انا عايزه يعني ولا؟ انجز يا لذيذ. اقصد اطلب اعلى اجر انت ممكن تاخده في صور زي دي. ازيك؟ هلو. هعرفك بياسين، كرييتيف جدا، هيطلعك قمر. مش للدرجه دي. متحمسه لك قوي يا عليا. يعني انت جاي لوحدك؟ سوري؟ يعني مفيش مساعد، مفيش حد يظبط لك اضاءه؟ عشان الشو يعني. لا ما تقلقيش انا تمام. دي الاورجنايزر، لازم اطلع اقابلها. محتاجه حاجه؟ زي ما قلت خليهم يعملوا كل حاجه انا قلت عليها. ماشي. جاهزه؟ يعني عايزك تبقي على طبيعتك اكتر شويه وانت بتصوري، يعني ما تمثليش انك بتصوري. انا بس عارفه الناحيه اللي بتطلع احلى على الكاميرا. بس انا شايف حاجه غير كده. بس انا عايزه الصور تطلع بشكل معين. معلش. عايز الصور بشكل معين. يبقى انا شايف انك تجيبي حد تاني يصورك، عشان انا ما بعملش وجهه نظر حد. بعد اذنك. ايه ده؟ هو انت رايح فين؟ هو انت ماشي؟ همشي. انا شايف ان انا مش هقدر اصورك زي ما انت عايزه. يعني ايه يعني؟ ممكن نوصل لحل وسط، مش انك تقوم تاخد بعضك وتمشي كده. صدقيني انا اصلا ما بحبش اصور ناس. وبعدين انا ممكن ارشح لك حد كويس جدا يكمل مكاني، عشان عارف انتوا مستعجلين ومحتاجين الصور النهارده، وما تقلقيش اللي هتقولي له عليه هيعمله. انا مش مصدقه اللي انتوا بتعملوه ده خالص على فكره. وبعدين ثانيه واحده، يعني ايه مش عايزك تمثلي؟ يعني خليكي على طبيعتك، بس انا عارف ان دي مشكله موجوده عندكم. يعني عندكم دول اللي هم مين؟ انتوا الممثلين من كتر الادوار اللي بتدخلوا فيها والتقمص والحاجات دي، فصعب تبقوا على طبيعتكم، دايما بتمثلوا. انا مش بمثل دلوقتي. نعم؟ انت ما بتمثليش؟ لا مش بمثل. يعني دي طبيعتك؟ ايوه طبعا طبيعتي، امال ايه؟ بتهزري. دي مشكله كبيره جدا. انا مش فاهمه. مشكله كبيره ودي طبيعتك. يعني ايه دي مشكله؟ انا مش فاهمه. لا ثانيه انا مش جاهزه. لا زي ما انت خالص كده. ما تتوتريش خالص. انا مش قادره اصدق انت عارفه ان عينيكي حلوه قوي وضحكتك كمان على فكره. دي حلوه قوي. ودي كمان. دي حلوه جدا. لا دي عجباني اكتر. هو اكشلي الصور مش حلوه، هو انت اللي حلوه قوي بصراحه. هعتبر ده معاكسه يعني؟ هي معاكسه بصراحه يعني. معاكسه. اعتبرها معاكسه. ماشي. ايه ده خلصتوا؟ طب عايزه اتفرج؟ الصور طالعه تحفه، احلى مره اتصورت في حياتي. ميرسي. طب لازم تقومي تجهزي بسرعه.
ينفع تيجي تصورني بكره في المؤتمر؟ اكيد. هو انت جاي بكره؟ مش مشكله. انت ياسين هتيجي بكره وتقف بين المصورين وتصور كارمن. ايه يا بنتي مالك بتقطعي كده ليه في الكلام؟ ايوه بكره هاجي اقف بين المصورين. باي. هو ياسين جه؟ ياسين عايزه منه ايه؟ عشان يجي يصور. ما في 50 مصور قدامك. ايوه يعني جه ولا ما جاش؟ ما جاش. ليه؟ مش عرفنا انا. عاليه مين يعني هيبقى عارف؟ اتفضل. حضرتك في تصريحات ليكي بتقول ان الفيلم ده جديد ومختلف، ايه الجديد والمختلف في الفيلم ده عن اي فيلم انت عملتيه؟ الفيلم ده بيناقش قضيه للمراه مهمه جدا، بيناقشها بشكل ما فيش حد عمله قبل كده. مش هحرق لك بقى الفيلم، لازم تتفرج عليه وهتشوف بنفسك. افهم من كده ان انت بتخلي شغلك في السينما يخدم عملك كسفيره للنوايا الحسنه عن المراه في افريقيا؟ بحاول بقدر الامكان ان انا اختار الافلام اللي بيكون فيها رساله مهمه للمراه، بالذات الافلام اللي بتظهر الست كشخص قوي. طب وده ليه علاقه بحياتك الشخصيه؟ ده ليه علاقه بحياتك الشخصيه؟ قصدك تقولي ان انا شخصيتي قويه ولا ضعيفه؟ انا مش فاهمه السؤال. سؤال تاني. ممكن سؤال شخصي؟ بلاش اسئله شخصيه لو سمحت. عادي. ايه سبب الطلاق؟ في قرارات الواحد بياخدها في حياته بيفضل يدفع ثمنها مدة طويلة. أنا قررت إنه خلاص حسبت بما فيه كفاية. سؤال تاني معلش. اتفضل. مين اللي ممكن تسيبي كل اللي وراكي عشان ايه؟ عشان تشربي معاه القهوة وبس تتكلموا. شخص وانا قاعده معاه احس ان انا مش عايزه حد غيره، ما اكونش دريانه بوقت او مكان او اي حاجه تانية. خلصنا يا جماعه، شكرا لاسئلتكم. لو في اي حاجه عندكم الصفحه الرسميه وكارمن هترد عليكم. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه معايا ده؟ انت بتبصي له كده ليه؟ ده انت لسه شايفاه امبارح. انت عارفه انت بتعملي فين ايه؟ عادي على فكره، انا انسانه ممكن اعجب بحد. انت ممثله مطلقه يا حبيبتي، وطلاقك كمال الجرايد. مش فارق معايا. لا دي مش طريقه شغل خالص. عاليه شغلي بس مش حياتي، اوكي؟ ما شغلك هو حياتك وشغلي انا كمان على فكره. ده غير المفروض ان احنا اصحاب ولا ايه؟ واللي انت بتعمليه ده مش مصلحتك. مش فارق معايا مصلحتي، انا زهقت خلاص. عاليه ما تخليناش ان احنا نخسر بعض عشان انت عايزه تتحكمي فيا. ياسين، انت عارف انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ انت فاهم كويس، ما تستهبلش. لا مش فاهم، مالك بتكلمي كده ليه؟ انت عارف مين دي؟ عارف ان طليقها ممكن يفعصك لمجرد انك جيت جنبها؟ لو سمحت امشي. مش انا اللي قايله لك تعالى؟ انا دلوقتي بقول لك امشي. انت عارفه يا عاليه لو حد غيرك بيكلمني بالطريقه دي كان هيبقى ليا معاه تصرف تاني. كتر خيرك، عامل لي خاطر. انا مش هرد على الهبل بتاعك ده. ياسين، مصممه تعملي مشاكل صح؟ وانت مش كنت عايز تعزمني على قهوه ولا غيرت رايك؟ اقعدي يا عدل. البسي دي عشان ما نفضحش. تركبي؟ لا. أول مرة؟ أنا كل حاجة أول مرة. أول مرة أقابل نفسي من مدة كبيرة، لمسة وعايشة معاك إحساس أعرفه بالسيرة. فكر
اشمعنى انا؟ نفس اسبابك بالظبط. انت عرفت منين اسبابي؟ هو انت مين الراجل الطليق ده اللي بيخوف الناس؟ حكايتك مع علي. لا خالص، ما فيش حكايه. بص لي في عيني وانت بترد عليا. بتحبها؟ انا عمري ما حسيت معاها اللي انا حاسه معاكي دلوقتي. دول اعترافين في جمله واحده. انت عارفه، انا كنت بقول ان اللي يتجوز ممثله ده يبقى متخلف عقليا. ايه اللي تزوقتي؟ ايه ده، انت زعلتي؟ مش قصدي والله. وهو اللي انت قلته دلوقتي ده عادي يعني؟ مش فاهمه، هو مالها الممثله مش بني ادمه؟ اولا مفيش حاجه اسمها بني ادم. هو انت من الناس السخيفه اللي بتفضل تصلح الكلام واحنا بنتخانق؟ ايه ده، واحنا بنتخانق؟ كمل كلامك. قصدي ان ممثله، يعني ممثله، فانا احبها ازاي يعني؟ ما ممكن تمثل عليا انها بتحبني او بتكرهني او بتغير عليا. عبيط. ده انا حضرتك؟ ايوه، ما انتوا كلكم كده عاملين نفسكم ناصحين وانتوا اصلا مش فاهمين اي حاجه. مين كلكم بقى؟ انا ده رايي انا لوحدي. على فكره في بنات كتيره قوي مش لازم ان هي تبقى قضت حياتها واقفه قدام كاميرا عشان تمثل، اللي عايز يمثل مش محتاج ان هو يبقى مشهور ولا دي تبقى شغلانته اصلا. طب وانا اعرفها ازاي؟ بص لها في عينيها وانت هتعرف. انا اسف. على ايه؟ ما قابلتكيش من زمان. ليه بيحصل كده بس؟ في ايه؟ انا شفت ريم. لا، كان اسمها كارمن. يعني ما شفتش ليلى؟ شفت واحدة تانية خالص. كنت في عالم تاني، زي ما اكون بحلم بالظبط، او انا اكيد بحلم. ايه شعورك تجاه ليلى وكارمن وريم؟ صداع جامد في راسي، مش فاهم حاجة خالص. هي ليه كل مرة بتبقى شخصية تانية واسم تاني، وانا حاسس ان انا بتوه ودماغي بقت مهزوزة وافكاري مشوشة. معلش، الرحلة طويلة شوية. زودها قوي عمر بصراحة، وأول مرة واحد مراته تموت يا جماعة. طب مستغرب انه عنده دم وبيحس مش زيك؟ وبعدين انت لو مكانه ومراتك حصل لها كده هتعمل ايه؟ ياه، ده يوم المنى، ده أنا مستني اليوم ده بفارغ الصبر، بس هي تعملها. طب والله لما اشوفها لا اقول لها عشان تعرف ان هي متجوزه حيوان زيك. عارفه بقى مراته دي انيل منه. فاكره الاسبوع اللي فات اقسم بالله لا اقول لها كانت مدياله وصيه نزرق له كل دماغه. احسن تستاهل. بدل ما تتريقوا على عمر كده يا جماعه فكروا ازاي نخرجه من اللي هو فيه ده. صعبان عليا بصراحة. عندك حق، بس هي شركة أنا مش طايق. ما ردتش ليه يا ابني على الميل اللي بعتهولك؟ ميل؟ أنا ما جاليش إيميلات. ما لو حضرتك تبطل كلام وهيافة هتعرف ان في ميل جالك من ربع ساعة. ازيك يا عمر؟ هو انت جيت امتى على مكتبك؟ جيت في ميعادي. طب ايه رايك النهارده نخرج بعد الشغل او ممكن بالليل؟ ايه اللي يريحك؟ خلينا نظبطها يا عمر والنبي عشان خاطري. عشان خاطري. شوف الايميل بتاعك. ميل ايه على الصبح الشركة دي بقى؟ مش طايق أصلا. وانت شوفي هتروحوا فين وابعتي لي لوكيشن. بجد يا عمر؟ ده مش معناه طبعا انك ما تردش على الميل. ها يا عمر، هو اخر ايميل في الدنيا يا عمر، يعني الشركه هتموت يعني لما بعتش الايميل؟ عايزين نروح ناكل يا عم لقمه بقى. كلكم قاعدين كده على الموبايلات؟ ما كنا عملنا جروب اونلاين واحنا قاعدين في بيوتنا احسن. هنعمل ايه يعني؟ الاكل جه، شايف الاكل جه، الاكل لسه ما جاش. لما تلاقي موبايلها فاصل شحن ما انت عارف طريقتها. انت يا ابني اللي بعدك في اخر الدنيا كده، ما تيجي تقعد هنا. لا بس الجو عندك برد، انا هنا تمام مبسوط. هاي يا جماعه. هاي يا هند. هاي هند صاحبتي يا جماعه بتاعت اليوجا اللي انا كنت قايله لكم عليها. رجلك لو سمحت. ايه؟ بكلمك تليفونك مقفول، فاصل ولا ايه؟ قلت لك فاصل. لا مش فاصل، انا قلت يعني احنا خارجين مع بعض فنسيبنا بقى من الفيسبوك والواتساب والحاجات دي. عمر انا كنت عايزه اعرف على هند. انا اللي هعرفه. هاي انا هند المطلقه. وانت عمر الارمل. ارمل صح؟ ايوه. اتضايقت عشان قلت لك ارمل ولا ايه؟ يعني ما بحبش الكلمه دي. ما انا برضو ما بحبش كلمه مطلقه دي. طب بتقولي ايه دي؟ اللقب الجديد يا ابني لازم تتعود عليه. طب وليه تعودي عليها؟ ان شاء الله ما تتعوديش وربنا يكرمك كده بواحد كويس تتجوزيه. لا انا كده احسن والطف وخاسه اكتر فتمام قوي الفتره دي.
كل الستات اللي بتطلع بتقول نفس الكلام وفي الاخر بتتجوز. ممكن، بس لو الواحده قابلت واحد وحست انها الطف معاه. بقول لك ايه، انت عارف انا هنا ليه؟ ليه؟ عايزين يظبطونا مع بعض. خدت بالي. مبين قوي، بيحبوك قوي اصحابك دول، بس محدش فيهم فاهم احنا بنمر بايه. طب وجيتي ليه؟ عشان اتعشى. معقول؟ اه. انت عارفه غريبه في ايه؟ ان الناس بتفكر ان انت محتاجه اي شخص وخلاص يدخل حياتك. ايوه، هما كل الناس بيفكروا كده. انت قاعد معاهم ازاي؟ مستحملهم ازاي؟ بجد القعده تسد النفس. بقول لك ايه، انا عايزه امشي وجايه باوبر، معاك عربيه توصلني؟ معايا عربيه اوصلك بس ايه؟ القعده ممله جدا يعني، مش معقول. شكلكم كده يا عمر اخدتوا على بعض قوي. لسه كنا جايبين في سيرتكم حالا. هو كان بيقول ان القعده ممله ولطش جدا. صريحه قوي. انا اسفه يا عمر، حقك عليا. لا خالص، صاحبتك لذيذه جدا. توصلني ولا ايه؟ طبعا. طب انجز يلا. اتفضلي. سلام. باظت؟ شكلها كده باظت. بص دي يا جدعان خرجوا مع بعض والاكل سابوه لنا لوحدنا وحاجه زي الفل. ميرسي ان انت وصلتني. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. ضايقتك؟ بالعكس، دي شخصيه صريحه جدا وده شيء مريح بالنسبه لي. بس انا كنت فاكره انك هتبقى احسن لما تعرف حد جديد. في ناس كتير فاهمه ان هي فاهمه وهي مش فاهمه حاجه خالص. تعرف ان احنا فينا حاجه شبه بعض؟ لا لا لا، مش اللي في دماغك ده خالص، وجو بينا حاجات مشتركه والمحن ده لا خالص. انا قصدي اقول ان احنا الاتنين متعقدين. ازاي؟ يعني انت ما لحقتش حياتك مع مراتك وانا ما لحقتش حياتي اصلا ولا جوازتي. ده انا اتجوزت 23 سنه طلقت 24. اللهبل ابن الهبله ما ادانيش فرصه حتى نتفاهم، دايما مستعجل زي امه. كويس قوي انك ما عدتيش اكتر من كده، كنت هتعاني. الحمد لله. احنا ما ينفعش نبقى في حياه بعض على فكره، ولا مؤهلين اصلا نخش في اي علاقه. بقول لك متعقدين يا ابني. انا مش مؤهل اعمل اي حاجه اصلا. يلا نقفلها على كده بقى، خربت خالص. اسبوعك كان شكله ايه؟ يعني كان كله شغل وحاولت اخرج بس حسيت ان انا مش مرتاح. ليه؟ زمايلي في الشغل بيحاولوا يعرفوني على واحده جديده يعني عشان تدخل حياتي وكده. وانت مش عايز؟ مش قادر خالص خالص. ده غير بقى الزن اللي من عيلتي. بيزنوا يقولوا ايه؟ زن بقى من نوع اخبار الجلسات ايه، وصلت لحد فين، حاسس ان في نتيجه ولا لا. بس ده حقهم، يعني هم عايزين يطمنوا انت وصلت لايه بالظبط عشان يرتاحوا. بس بص يا عمر، انت هنا عشان انت اللي ترتاح. اوعى تعمل اي حاجه مش مريحاك عشان تريح الاخرين، فاهم ولا لا؟ قولي بقى، ايه اكتر حاجه انت عايزها دلوقتي؟ عايز اشوفها واقول لها اللي ما لحقتش اقوله واللي ما كنتش بقوله. بس عايز اشوف ريم، مش اي شخصيه تانية. ما تحطش اي شروط، اوعى تعجز عقلك، علشان كل اللي بتشوفه انت في الجلسات ده انت اللي مصنعه بخيالك. طب هو احنا ليه بنسيب بعض كل مره؟ الاجابه عندك انت. بس انا عايز اسمع اجابه منك انت. انا ما عنديش اجابه ابدا. اوعى تفتكر ان ممكن اقول لك حاجه عشان ابسطك ولا عشان انت عايز تسمعها. هو انت في حاجه مخبيها عني مش عايزه تقوليها؟ هو في اكتر من اني قلت لك انها خلاص راحت ومش هترجع تاني؟ يلا نبدا الجلسه. يلا. انا عايزاك تريلاكس، اوكي؟ سيب نفسك، ما تقاومش اي فكره، ركز على النفس. خد يا محمد. يا سعد. ايه يا زنبيل؟ تعال. على مهلك. بقول لك ايه؟ الحصان ماله؟ ما بياكلش من امبارح. طب ليه؟ ما انا كنت عنده امبارح وكان كويس. لما بتيجي هنا بيبقى كويس وبياكل، اول ما بتمشي ما برضاش بياكل ولا يشرب. طب بقول لك كلم دكتور سامح وانا هعدي عليكم بالليل. خلاص حاضر، تؤمر بيه. ماشي يلا. سلام. ايه يا زين مالك؟ اتأخرت ليه؟ لا اتأخرت ايه؟ أنا مش جاي أصلا. لا وهطمك، بس ابنيش انا بقى متدبس في قلب الحفلة دي لوحدي. يا بابا ما أنت عارف إن ماليش تقل على الحفلة الغلسة بتاعت كل سنة دي. دي حركات رجالة دي عشان تسيب أبوك حبيبك. طب بقول لك إيه؟
ما تخلع وتيجي معايا. ما اقدرش، انت عارف امك ماسكه بتلابيدي. تعالى يا اخي، تعالى نقعد شويه كده بعد كده نخلع. يو يا بابا، انت كل مره كده تدبسني في حاجه. ماشي ماشي يا ابن الكلب. ابن الكلب؟ بتقولي مين ابن الكلب يا ابن الكلب انت؟ يا بابا مش هشتمك طبعا، اقفل انا جاي دلوقتي. صوتك كده غنو خلعان. وكمان جاي ورايا لغايه هنا؟ ايه قله الذوق دي؟ نورت المكان يا زنبيه. الو. الو هاي يا موني، عامله ايه؟ اخبار جوزك ايه؟ ما تسلمين عليه. اهلا. مش هتيجي بقى نخلع من القعده السئيله دي؟ بقول لك ايه، بطل رزاله بقى وبطل الفرهاده اللي انت بتعملها دي. ماما لو قفشت عليك انت حر. طب خلاص ظبطني وظبطك. هتظبطني ازاي يعني؟ مش هقول لها اللي بيحصل في فيلة الساحل ها؟ اهلا ماما. اهو زنجي اهو حبيبي. يا روحي. انكل علام صاحب مصانع الازاز. اهلا وسهلا. ازي حضرتك حبيبي؟ وطنط نيفين مراد. هاي ازاي؟ تعرف يا زين، مامتك علمتني المديتيشن، غيرت حياتي خالص. معقول؟ معقول الخبر ده؟ ايوه. علمتها المديتيشن؟ لا ده احنا لازم نحتفل بقى. اكيد. طيب قهوه، اجيب لكم قهوه حالا. استنى هنا، راح فين؟ اروح معاك اجيب القهوه عشان اجيبها بوش. معقول احلامك بالقعده الجميله دي؟ اللي يجيب القهوه يجيب وشها. يا ابن الكلب يا جزمه. انجوي. اهلا اهلا يا حبيبتي. قهوتك يا زنبي. ميرسي. تشتميني بقى ولا ايه تاني؟ انا داخل اشرب فنجان قهوه. امشي؟ كنت فاكراك بتجري ورايا. وايه اللي مخليكي فاكره اني كنت بجري وراكي؟ امال كنت عايز تسبقني ليه على الطريق؟ كنت عايز اشوف مين الراجل اللي بعفش سودا. انت اللي بتتكلم ومش مركز في الطريق اصلا. اهو شفت مين بقى اللي مركز مع التاني بيبص عليه؟ انا كنت فاكرك راجل اساسا. وانت بتجري ورا الرجاله ليه يعني؟ مش فاهمه. ولا كنت فاكر ان في راجل واقف في البلكونه دلوقتي؟ لا بقول لك ايه، الكلام ده عيب وحرام. انا قلت اشرب فنجان قهوه بعيد عن الصداع اللي جوه ده. تحب القهوه؟ بشرب قهوه. طب اتفضلي. ادي من غير سكر. صدقتي بقى دي مش جايبها لك؟ خدها خلاص مش عايزاها. شوفي اقرف انا قوي بقى اشرب مكان حد. هي فين مي؟ والله مش عارفه، بس هي اكيد مع اصحابها هنا ولا هنا. عايزه اعرفها على زين ضروري. اوكي. ايه؟ هو انت بنت بتاع الازاز؟ وانت اللي امك علمت امي تقف زي الباجة على رجل واحده؟ إيه اسمها يوجا ولا مديتيشن حاجه كده مش عارف. اسمه هبل، دي كانت هتتكسر مرتين. انت اللي امك بقى مش عارفه تعملها اصلا. وانت بقى امك جايباك هنا عشان تلاقي لك عروسه. اكيد. امال انت جاي هنا ليه؟ دي حفله منيله بيها، انا جايه غصب عني. وانا زيك بالظبط جاي غصب عني. بس حظي بقى اجي هنا الاقيكي في وشي. تقدر تمشي على فكره. انا بقى عايز اقف بقى، مبسوط هنا في الوقفه. اوبا ده شكله كمين. وقفتنا هنا مع بعض هتخلينا نلبس الكمين ده اكتر. واخده بالك من السلام ده؟ ده من سلام عاني. الضغطه دي فيها قرايه فاتحه. يا نهار اسود. مبروك.
معلش في علبه في التابلو كده ممكن تطلعها لي؟ هنا؟ ايه ده؟ ميرسي ميرسي. ايوه شكرا. ليه؟ ليه ايه؟ بقول لك هاتيها لي. وديها لك ليه يعني؟ مش بتاعتك، لا دي بتاعت حد تاني. احنا اتعلمنا كده ان نشبط في كل حاجه. مش معقول يعني. ايوه. ايه يا مي؟ الحمد لله. بقول لك مش هعرف اشوفك النهارده عشان الحصان تعبان. طيب ماشي هكلمك، يلا مع السلامه. ايه ده؟ فين الدكتور سامح؟ هو انت مين؟ وايه اللي دخلك هنا؟ انا مين؟ مين دي يا ابني؟ الدكتور سامح مسافر ودي الدكتوره بداله. انت عارفه بتعملي ايه؟ اطلع بره، انا ما بعرفش اشتغل في التوتر ده. احرجتيه. اقف عادل انت كمان. ايه الاخبار؟ تمام، اديت له الحقنه وهفضل هنا لحد ما هو يتحسن ان شاء الله. طيب انا مش همشي، استنى برضه. براحتك. طب بعد اذنك كنت عايز اعتذرلك عن الطريقه السخيفه اللي كلمتك بيها. قصدك ما تعرفيش حسن ده بالنسبه لي ايه. انا مقدره مشاعرك. اتس اوكي. طيب الجو برد، ايه رايك نشرب حاجه؟ يا سعد يا سعد. ايوه زنبيه. ايوه زنبيه. بيعملوا هنا شاي وحش قوي، فاطلبي حاجه ثانيه. تشربي ايه يا دكتور؟ قهوه لو سمحت. من عينيا. بالبن بتاعي. ها حاضر. انا زين. فرح، هستأذنك بس بما اني هتأخر محتاجه اعمل مكالمه تليفون. اتفضلي. قول دكتور سامح فين؟ اول مره ما يجيش يعني. في مؤتمر. طب من حظي بقى. حظك الوحش يعني ولا ايه؟ لا طبعا، في ايه؟ ما قلت لك انا اسف. خلي قلبك ابيض. والله كنت متوتر. وبعدين الواحد لما بيحب حد ما بيتخيلش انه ممكن يتعب او يموت. كلنا هيجيلنا يوم ونموت. بس الموت بيوجع اللي عايشين. الفراق هو اللي بيوجع اكتر من احساس الموت كمان. فكره انه في مشاعر ممكن انت تفتقدها. شكلك كده متضايقه مني. لا لا مش متضايقه منك. يعني في حاجات تانية ممكن تبقى مضايقاني. طيب ما تعتبريني بقى صديق. قولي لي ايه اللي مضايقك؟ ممكن تبقي متضايقه على الفاضي. بعد الجمله اللي انت لسه قايلها دي انا مش عايزه اقول لك اي حاجه. ليه بس؟ عشان قلت لك اعتبريني مجرد صديق؟ لا عشان انتوا الرجاله كده دايما مقتنعين ان الستات عامله دراما وان احنا مكبرين الموضوع. فدلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما انا اقول لك اي حاجه انت قررت ان انا مكبره الموضوع وان انا عامله دراما. انت ليه خليتي الموضوع راجل وست؟ شكلك بتكبري المواضيع. انا ما بكبرش المواضيع على فكره. ما تفكريش في اللي فات ولا في اللي جاي، فكري بس في اللي انت عايشاه. ماشي يا فيلسوف. مش مساله فيلسوف ولا حاجه، اعتبريها تفاهه بساطه بس بتريح. بس انت مش تافه. وانت جبت الثقه دي منين؟ مش ثقه، بس البادي لانجوج بتاعك فتحك. ده انا ربع بقى وانا بكلمك. ويا ترى بقى بتخبي ايه في شخصيتك لما بتعمل كده؟ شوفي عشان اثبت لك ان الموضوع مش رجاله وستات زي ما بتقولي، انا كنت عامل زيك كده بالظبط، بركز في كل التفاصيل. ايوه يعني بني ادم طبيعي. بعدين ايه اللي حصل؟ خدت كام خبطه كده في قلبي، رديته على البارد، وبقيت بختار بعقلي المناسب ليا مش اللي نفسي فيه. الموضوع مش سهل قوي كده، وانت مش زي ما انت بتقول على نفسك على فكره. انت عرفت منين؟ مش مهم خلاص، خليك انت في الكومفورت زون بتاعك. مش هو ده اللي مريحك؟ اقعد بقى ما تتحركش. يا سعد تعال. ايوه انت بتضحك قوي ليه يعني؟ هو انت عارف يعني ايه كومفورت زون؟ ما تكسفنيش بقى يا باشمهندس. لا قول معلش. كل الستات عندنا في البلد لازم تتجوز بيه، كل واحده لازم يبقى عندها كومفورت زون في جهازها. فعلا؟ ايوه. ده عالمي. الكومفورت زون يا سعد ده يعني منطقه الراحه، الحته اللي البني ادم بيروحها وهو مرتاح. يعني الحمام أنا بيت الراحه. انا فاهم. طب روح شوف المحلول خلص ولا لا. فريري. يلا. اقل حاجه عندي. دكتوره دلوقتي المحلول الثالث خلص، ركب له الرابع. اوام لو سمحت. حاضر. كان في دبله في صباعك ولا ايه؟ كان. ولعتيها ليه؟ وجعت لك صباعك؟ فاكر لما انت قلت لي ان انت
خدت كام خبطه في قلبك كنت لازم تردهم على البارد. واحد لما بيحصل له كده بيبتدي يفكر في كل حاجه بعقله. يبتدي يفكر في الباكج، بيوهم نفسه بيه يعني. شخص كويس محترم طيب ابن ناس في فيوتشر. طبعا مفهوم. لكن بعد ما يجرب ويعيش الحياه بتصدمه بالواقع، انه رغم ان هو جاله كل حاجه هو عايزها في الليسته اللي هو كان كاتبها في دماغه، بيبتدي يدور على اللي يريح قلبه. بالظبط. ساعات ممكن يبقى تو ليت، انه بيكون في حد تاني ملوش ذنب انه يدفع ثمن غلطاته. بس انا مؤمن ان اي غلط ممكن يتصلح. لا، ده كلام افلام. ليه؟ عشان انا جربت وما نفعش. يعني مفيش باكج فيها القلب والعقل مع بعض؟ الحب اللي بجد ما فيهوش عقل خالص. ممكن يبقى اخر حد انت تتخيل انك ممكن تحبه، وفجأة تلاقي نفسك مش عارف تستغنى عنه. وساعات بيجي في وقت غلط. ساعات. غريبة الدنيا دي، مفيش حاجة بتيجي في ميعادها. نصيحة مني، لو الدبلة اللي في ايدك دي باكج فكر كويس. مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ولا اي حاجه خالص، ده شغلي. انا هروح انام وهرجع له تاني بالليل، وانت كمان حاول تنام برضه. بالتالي مش هقدر اسيبه دلوقتي. ازاي بس؟ احنا فايقين طول الليل، شكلك خلصان. يلا اشوفك بعدين. باي. استني اوصلك. لا انا هعرف اروح. بس انتي ما نمتيش من امبارح واكيد تعبانه جدا، مش هينفع اسيبك كده، لازم اوصلك. ميرسي، بس انا هعرف أتصل. وانت كمان شكلك مش نايم من امبارح. انا هوصل الدكتور. انا فعلا مش عايز اي حد يوصلني. مش عايز حد يوصلك؟ شكلك تعبان. ميرسي يا مي قوي بجد، ميت من التعب، ما كنتش عارف هعرف اسوق ازاي. هي الدكتوره بتعالج الحصان من امتى؟ امبارح بس، تخيلي. ياه، دي شاطره قوي جدا. انا بصراحه ما كنتش متخيل ان الحصان هيرجع يقف تاني على رجليه. ايوه، بس انا حاسه كده ان انتوا تعرفوا بعض من زمان. لا ابدا، ده انا لسه عارفها امبارح. لسه عارفها امبارح وعايز توصلها وماسكها من ايدها عشان ما تمشيش لوحدها؟ عادي يا بنتي. لا 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 لا، مش عادي خالص. طيب ينفع نكمل كلامنا بكره عشان انا تعبان قوي عايز انام؟ احنا ولا هنتكلم بكره ولا هنتكلم اصلا. كل ده عشان كنت عايز اوصلها؟ هو انت فاكر ان انا تافهه للدرجه دي؟ لا طبعا. طب بص لي في عيني كده وقول لي ان البنت دي مش حاسس بحاجه ناحيتها، ومش عايزه كذب لو سمحت. مش هكذب عليك يا مي، الحقيقه انا مش عارف ايه اللي حصل. حصل خير. مي انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه. يلا يلا روح لها يا زين، يلا روح لها. مي انا مش عايزك تزعلي. مش هينفع تكمل مع حد عشان ما يزعلش.
عرفتي تنامي كويس؟ مش قوي لا. انا مبسوط انك جيتي. سيزر ما يتخافش عليه خلاص. بركه فيكي بقى. اسمع. حاسه انك عايز تقولي حاجه. هو انت ازاي بتعرفي انا عايز ايه؟ اصل انا سبت مي امبارح. اوعى يكون الكلام اللي انا قلته. لا خالص، كلامك ملوش اي علاقه بالموضوع. انا فكرت كويس واكتشفت ان الباكج ما ينفعش. انا عايز اكمل حياتي مع حد تاني. حد تاني؟ كلامنا امبارح يلا يا ماما عشان بابا مستني بره. ولحد الدنيا ما جمعتنا كان غيرك واقف على بابي، قلتيلي كلام فتح عيني خلاني أراجع أسبابي، ولقيتني رايح لك بمشاعري ولقيتك مش عاملة حسابي، رتبت الدنيا على وجودك، رتبت الدنيا على غيابي. عمر ارجع تاني. بتعملي فيا كده ليه؟ اعمل ايه؟ اهدى وقول لي انت شفت ايه؟ انت بتبوظي لي دماغي، عايزه تجننيني ولا ايه؟ انا؟ طب انا يعني هستفيد ايه لما اعمل كده؟ اهدى وقول لي انت شفت ايه؟ برضه بعدتيه عني. قلت لك مليون مره كل ده بيدور هنا. كفايه بقى، انا زهقت من الكلام بتاعك ده، انا مش هاجي هنا تاني. انت مش بتعالجيني، انت بتعذبيني. من حقك انك انت تعترض على اسلوب علاجي ليك، ومن حقك كمان تخرج من الباب ده وما ترجعش تاني. طبعا مش هرجع تاني. الدنيا بترتب صدف وكل قلب وإحساسه، فجأة الطريق بينا بيقف والحب بيجمع ناسه. الدنيا بترتب صدف وكل قلب وإحساسه، فجأة الطريق بينا بيقف والحب بيجمع ناسه، واحنا اتقابلنا وجه اونا، شفتك بقلبي اللي اتمنى، وريتني ايام الجنة ومليت بحبك اوقاتي حلم حياتي، وصحيت وياك على يوم عيدي، حضنك قلبي ولمسك ايدي، والفرحة عرفت مواعيدي، كتر يا سنين منها وهاتي حلم حياتي. كان سيرة في عمري اللي اتقضى، كان صورة ما بين نظرة وغمضة، وخلاص يا عيوني من اليوم ده على حضنها تصحي وهتباتي. علشان لبعض اطمنا وحلمنا وقلوبنا مأمنة، قدرنا نمشي بحبنا ونوصله لبيت أحلامنا. علشان لبعض اطمنا وحلمنا وقلوبنا مأمنة، قدرنا نمشي بحبنا ونوصله لبيت أحلامنا. يا كلمة طول عمري بقولها، يا دنيا كان نفسي أدخلها، دلوقتي هلمسها واطولها، وهتبتدي معاك حكاياتي حلم حياتي. هو بقاله قد ايه كده؟ ده امبارح من ساعة ما جه، لما كلمته عشان اطمن عليه ما ردش عليا، جيت عشان اشوفه مش راضي يفتح الباب، قافل على نفسه. وادخل له يا صالح. حاول معايا صالح لو سمحت، يمكن يفتح لك يا ابني. حاضر يا طنط.
هو انا افكر اروح للدكتوره دي، ولو انه كلامه معايا الصراحه حسسني ان هي ما بتعملش معايا حاجه خالص. واضح. ما هي لو كانت بتعمل حاجه حالته اكيد ما كانتش هتفضل كده. معلش يا صالح، حاول معايا يا ابني، حاول تخليه يفتح لك، عايزه اقول له كلمتين اتنين بس. حاضر يا طنط. افتح يا عمر، انا صالح. ازيك يا عمر؟ زي ما انت شايف. طب وبعدين؟ هتفضل كده لحد امتى؟ لو سمحت يا صالح مش عايز اتكلم. يا ابني حرام عليك اللي انت بتعمله في نفسك ده، انت لا اول ولا اخر واحد يحصل معاك كده. لا مش اول ولا اخر، بس مش قادر. دي كانت في ايدي يا ماما. انا مش قادر ابص في عينين ابوها، مش قادر اقول له انا اسف. انا مش فاهم هو انتوا ليه مش قادرين تصدقوا ان انا فعلا مش قادر. بص يا حبيبي، انا هقول لك كلمتين، مش عشان انا امك، لا صدقني لو اي حد في مكانك وبيعمل عمايلك دي انا برضه هقولهم له. يا حبيبي لو فضلت حابس نفسك كده ومش راضي تتقبل الوضع هتتعذب اكتر، انما لو صبرت واحتسبت ربنا هيطبطب على قلبك، هيجبره. يا حبيبي مفيش اي جرح في الدنيا الزمن مش بيداويه. ماما انا مش عارف اصبر ومش قادر، والله العظيم ما قادر. كمان زهقت من كتر تعبكم وقلقكم ومراقبتكم ليا. مش عارف اروح فين، بس بجد انا عايز ابقى لوحدي. ما انت لوحدك يا عمر، انت لوحدك، احنا بس بنطمن عليك. عايز تطمني عليا؟ انا مش كويس وحالتي زي الزفت ومش قادر اطلع منها، بس ما تخافوش مش هنتحر، بس بجد عايز ابقى لوحدي يا جماعه. خلاص يا ماما، خلاص سيبيه على راحته، هو لو عايز يقوم اللي هو فيه ده هيقوم، واحنا موجودين يا عمر اي وقت انت تعوزنا فيه. وانا ماما يا سيدي هنيجي مش هنتكلم معاك خالص، هنسيب لك الاكل ونوضب لك البيت ونمشي. علي بقالي كتير قوي عايز اجي لك. من فضلك معلش اسمعني، فكرت كتير قوي عشان اقدر اجي. انا عارف انت بتحبها قد ايه، بس والله كان غصب عني. هي انا كنت ماسك ايديها بس هي غرقت غصب عني. انا مش قادر اعيش من غيرها، بس والله العظيم كان غصب عني. يا ابني لو سمحت، انت مش عارف انا حاسس بايه. انا عارف ان مفيش حاجه تتقال، بس عشان خاطري ما تزعلش. لله الامر، لله الامر يا رب. حقك عليا، حقك عليا. ريم كانت بتحبك قوي يا عمر، بحبك قوي، بحبك قوي. انا عارف كمان ان انت كنت بتحبها، مش كده؟ تعبان قوي من غيرها. تنساهاش يا عمر، تنساهاش. خلي بالك من نفسك. ماشي يا حبيبي، شكرا. انا اسف. ليه؟ عشان انفعلت بالطريقه دي. حقك عليا، انا عايز اكمل علاج. مادام خدت القرار يبقى اكيد هتتعالج. اتفضل. عمر، انا قلت لك قبل كده كل حاجه بتبدا من عندك. صح. مستعد للرحله النهارده؟ مستعد. مستعد انك انت تتقبل النتائج وتستقبل الرسائل اللي جايه لك؟
ان شاء الله ما تقلقيش. يلا غمض عينيك. فابيان؟ كله تمام. ايه ده؟ انت بتتكلم عربي؟ بصراحة أنا مش عارف أبدأ الموضوع إزاي. هو في مشكلة في القهوة أو حاجة أغيرها؟ لا خالص، هو في مشكلة تانية. أنا باجي هنا كتير وبشوفك على طول وببقى عايز أتكلم معاكي بس بتردد يعني بصراحة. وآخر مرتين جيت هنا ما لقيتكيش، فقلت لو شفتك النهاردة هتكلم معاكي. ياه كل ده. أنا اسمي حسن. فيروز. ازيك؟ أنا بشتغل محامي ونفسي أتعرف عليكي لو ما ضايقكيش. اشمعنى أنا؟ مش عارف، بس في حاجة مخلياني عايز أتكلم معاكي. حاجة؟ شوفي أنا طبعا مش عايز أضايقك خالص يعني، عشان كده قلت أنسب حل إن أنا أكلمك دايركت. أيوه بس أنت مرتبطة؟ لا. متجوزة؟ لا. تحبي حد من طرف واحد؟ لا. ستريت؟ أيوه. طيب خلاص مفيش مانع بقى إننا نتعرف يعني. أنا بس عندي شغل، أنا هخلص الشيفت بتاعي كمان 6 ساعات. طيب هستناكي. هتستناني هنا فعلا لمدة 6 ساعات؟ عندك حق، أنا ممكن أعمل لك مشكلة فعلا، أنا ممكن أبقى في الأراوند كده وأجي لك في الميعاد بالظبط. أوكي. ضحكتك حلوة قوي، هجيلك بعد 6 ساعات. ايه ده؟ ايه ده يا بنت؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه ده حسن؟ ايه ده مكتوب على وشي حسن ولا ايه؟ هو انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ملك. ملك؟ ايوه كنت زميلة اختك في الكليه. وايه اللي جابك هنا؟ انا بعمل ماجستير هنا، انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي عشان طلبة الماجستير يوقعوا عليا الوان. انا اسفه والله ما خدت بالي، ثانيه واحده انضفهولك. بس يا بنتي بوظتيه خالص كده، ده يترمي بقى خلاص هرميه. انا شكلي بوظت لك الدنيا. انا مفيش، بس عندي ميعاد مهم جدا وكده محتاج اغير بقى. ميعاد ايه بقى؟ يعني تقدري تقولي كده ان هو انت مالك، انت ميعاد ايه؟ انت غريبه قوي. ديت. اوكي ماشي يا سيدي ماشي. على فكره في محل قريب من هنا ممكن نجيب منه حاجه تروح بيها الميعاد. لا متشكر. يلا بينا. لا خالص، يلا بينا. ايه انت خليكي انت هنا وانا هتصرف. شكرا ليكي. اسكت كل السيم زي فقدوا. ميرسي بوكو يا حسن. اتفضلي. بقول لك ايه؟ عايز اسالك سؤال كده بس تجاوبيني بصراحه. ايه؟ بالنسبه للالوان الجميله اللي وقعت على هدومي دي، لو غسلت الهدوم بقى الالوان هتروح ولا هتفضل موجوده؟ لا طبعا. بجد؟ ايوه. شكرا جزيلا. هو انت تعرفها من زمان؟ يعني بشوفها بقالي فتره كده، بس كل ما احاول اكلمها بتحصل حاجه غريبه زي دلوقتي. الهدوم اللي باظت. دي علامه على فكره، برضه رايح تقابلها؟ علامات ايه يا بنتي؟ انا ماليش في الكلام ده. انا عارفه ان مالكش في الكلام ده عشان انت برج الجدي. ايه؟ عرفتي ان انا برج الجدي؟ اكيد اختي هي اللي قالت لي. انا واختك على فكره ما كناش بنطيق بعض اصلا. ايه ده بجد؟ ليه؟ هما كده يعني البنات مع بعض مش زي الولاد مع بعض. ليه بقى؟ الولاد تحس ان ليهم كده كود مع بعض. يعني يمكن. طب ايه اللي عاجبك في البنت اللي انت رايح تقابلها دي؟ عجبتني، حسيت ان انا عايز اعرفها اكتر. رغم تحفظات برج الجد الا انه مغامر الصراحه، عملي كده في رومانسيته.
يا بنتي انا لا مغامر ولا حاجه، انا راجل عملي، واحده عجبتني رحت كلمتها. وانت ازاي رايح تقابل واحده لا تعرفك ولا تعرفها؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه، بس في احتمالات كتيره. احتمالات كتير؟ يعني مثلا ممكن تجيب صحابه ويسرقوك. واضح ان انت بتتفرجي على افلام كتير. لا واضح انك انت لسه جاي باريس جديد. ما اعتقدش. وبعدين هي مش مصاحبه. وليه واحده جميله يعني مش مصاحبه؟ او سابت صاحبها. وبعدين انت عرفتي منين هي جميله؟ عشان انت جد. انا ابتديت على فكره الكلمه دي تضايقني يعني. ما اكيد يعني جميله وحلوه عشان تفضل اسبوع كامل مركز معاها وتروح تقابلها، اكيد يعني. على فكره مش الجدي بس اللي بيعمل كده، اي حمار هيشوف واحده حلوه هيروح يحاول يكلمها. دي حقيقه، بس الحمار مش هيقعد اسبوع، الحمار هيكلمها على طول. كويس قوي بقى ان انا جدي، حببتني في الابراج. طب هي برج ايه؟ يا بنتي ما اعرفش، بقول لك اول مره اروح اقابلها، وحتى لو المره ال100 عمري ما اسالها السؤال ده، لان ده سؤال حريمي. يوه، حتى في الاسئله في حريمي ورجالي. كل حاجه فيها حريمي ورجالي. على فكره انا ممكن اعرف هي برج ايه. ازاي بقى؟ يعني شويه اسئله بس تجاوب بصراحه ومن غير افوره. طب كويس انك قلتي لي بقى عشان كنت هافور. طيب هي وافقت كده يعني من اول مره انها تقابلك؟ طبعا يا بنتي، قبل ما اطلب كمان. قلت لك من غير افوره. الصراحه ما وافقتش غير لما ضحكتها. طب معاك صوره ليها؟ بصي انا في صوره صورتها لها كده في الخباثه يعني. افرجك عليها. يا نهار ابيض. ايه تعرفيها؟ مالها؟ مطلوبه طيب؟ دي عقرب يا ابني، مش هتخرج معاك، ولو خرجت معاك هتسيبك بعد اول خروجه، ولو خرجت تاني وتالت خروجه هترتبط بيك، بس هتجيب لك تخلف عقلي. يا سلام. كل ده عرفتيه من الصوره؟ طب ايه رايك بقى ان مش هي دي اللي في الصوره؟ بجد؟ ده هي. بس عرفتي كل الكلام ده ازاي؟ هتروح وتشوف. بص اللي يحصل يحصل، انا جوعت، تيجي ناكل؟ تعالى انا هعزمك على حاجه حلوه قوي. اتفضلي. شكرا، بس انا اللي عازماك. طبعا طبعا. على فكره بقى انا فكرت في الكلام اللي انت قلتيه ده، عشان كده انا مش قلقان، لان مفيش اي بنت بتشكر في اي بنت تاني. ايه الكلام ده؟ تصدق اني غلطانه اني بنصحك؟ نصحيني ايه بس؟ دي كلها تحذيرات ما شاء الله. ما هو في حد بيروح لعقرب يقول له انت عاجبني؟ امال اعمل ايه يعني؟ بص يا سيدي، اي ست عقرب هي اللي بتبقى عايزه تبقى معجبه، وهي اللي تبدا تفضل تجري ورا اللي بتحبه وما يريحهاش. امال هتحبه امتى؟ هما كده. نعمل لهم ايه بقى؟ نكمل اكلك. اكل ايه بقى؟ بعد اللي انت قلتيه ده سديتي نفسي. طب قول لها ان انت مش هينفع تقابلها. عارف تقول لها ايه؟ قول لها ان انت حاسس انها مش متحمسه، والله دي هتسيب شغلها وتجري وراك على طول. ايه العقد دي كلها؟ معقوله؟ بس انا حاسس ان هي طيبه ومريحه. ده انت اللي طيب قوي. مش عارف انا ايه المود اللي انت دخلتيني فيه ده. ان شاء الله مش هتطلع عقرب اصلا. وانا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط؟ عمرك يا بنت الناس شايفك من نص ساعه. هل في النص ساعه دي قلت لك حاجه غلط؟ ما اعرفش بقى. عيب. طب فرضنا مثلا ان كل انت يوه برضه وقعت على نفسي تاني، برضه اروح اجيب حاجه تانية ولا ايه؟ مفيش حاجه خالص بجد والله؟ والله ما في حاجه اهو. تمام. ايه ده انت شغله ولا ايه؟ لا شغله، اشمعنى يعني؟ لا عادي. طب دلوقتي لو فرضنا ان هي طلعت عقرب وقلنا انا اللي كنت المفروض اروح اكلمها الاول، اعمل ايه بقى في الميعاد بتاع النهارده؟ تروحوا عادي يعني مش مشكله. ما تيجي نروح نجيب ورد، اصل احنا البنات هوبي بنحب الحاجات دي قوي، وتحديدا بنت العقرب. يلا. لا مش هجيب ورد. يلا. مش هجيب ورد. يلا بقول لك. استني يلا بس. يلا بينا يا بنتي قلت لك. يلا. انا حاسس ان بقى شكلي اهبل قوي بالورد ده. مش الورد اللي بيبين الهبل. قصدك ايه؟ بص بقى وانت بتديهولها كشر كده، كشر وخليك جد يعني. اكشر وابدلها الورد؟ طب ما ارميه في وشها بقى احسن. ايه يا ابني انت؟ هو انت اخر مره حبيتني؟ على فكره بقى انا فاكر كويس قوي كانت برج ايه. انت كداب على فكره. ايه ده عرفت ازاي؟ عشان انت ما بتفهمش في الابراج. استني رايحه فين؟ طب قول لي هي مولوده شهر كام وانا هعرف. مواليد 5 نوفمبر. ايه في ايه؟ حكي على ايه؟ مش انا. في ايه يا بنتي؟ مالك؟ نوفمبر. دي عقرب. بجد؟ والله العظيم عقرب؟ انا مش فاهم ايه حظي مع العقرب ده.
كويس قوي ان هي سابتني. طب ايه اكتر حاجه كانت بتضايقك فيها؟ يعني كانت تنتقدني كتير قوي، ده غير بقى طبعا يعني الانتقاد ده بعد الاعجاب الشديد بشخصيتي وبجمال شخصيتي، كل حاجه فيها حلوه، كانت بتكذب كتير قوي، يعني كان في حاجات كتير كده. انت بس تلاقيك حبيتها قوي. انا مش فاهم هو ليه الواحد مضطر لما يحب يخبي حبه؟ يعني انا شخصيا لما بحب ابين حبي عادي. ايوه ده المفروض يحصل مع الناس الطبيعيه، المفروض انك تبقى حاسس بامان في العلاقه، بس ده مش بيبقى مع اي حد. ازاي يعني؟ يعني المفروض الحد ده ما تبقاش خايف على شكلك قدامه، يعني تاكل وتوقع على نفسك وتوسخ هدومك عادي، مش هتبقى قلقان يعني انه يحكم عليك من مجرد غلطه. بس مفيش حد كده. لا في، يمكن بس انت لسه ما قابلتوش، او يمكن البنت اللي انت رايح تقابلها دي تلاقي فيها كل الحاجات دي، وهو يمكن لا. الحياه تجارب، try and error. ما ترفعوش غير لما تشوفه. الورد ده مني ليكي. انا ما بحبش الورد والكلام ده على فكره. ليه؟ هو انت برج ايه؟ انا عقرب. الورد ده كان كمين بقى. ايوه. اقول لك على حاجه، انا هستناك هنا هم 10 دقايق وهترجع تاني. القعده هيبقى دمها يلطش. بصي انا متاكد ان القعده هتطول. رهان؟ بس ما تزعليش بقى وتقولي ده سابني قاعده كتير او حاجه، انت اللي قلتي. مش هقول، عشان 10 دقايق وهترجع. ماشي. باي. حسن. ايه؟ ايه ده؟ اشياء جود لك. فيروز انا اسف اتاخرت عليكي، كنت هتمشي ولا ايه؟ انت اتاخرت نص ساعه وانا كمان اتاخرت، في حاجات عايزه اعملها. معلش والله كان غصب عني. طب ممكن اوصلك ونتكلم؟ مش عارف ابدا كلامي ازاي بصراحه، بس انا حاسس اني اعرفك من زمان. ليكي حق تحكي يعني، هي كلمه قديمه قوي بيني وبينك يعني، واكيد طبعا ناس كتيره قوي قالوا ليكي الكلام ده، بس فعلا ده احساسي اول ما شفتك. كنتش عايز اقول لك كده بس هي دي الحقيقه. انا كمان حسيت بكده لما شفتك. بجد؟ انا حاسس ان احنا محتاجين نعرف بعض اكتر. قعدت مده طويله قوي بتتفرج عليا من بعيد، اشمعنى بقى المره دي قررتي تيجي تتكلم معايا؟ ايه ده؟ انت خدتي بالك مني؟ كلنا، مش انا بس، انا وكل زمايلي كلنا كنا بنبقى عارفين ان انت جاي على شيء. فعلا؟ انا شكلي وحش قوي. طب ليه ما جيتيش تكلميني؟ لا ده سؤال ما يتسالش. عشان انا الراجل وانا اللي المفروض اكلمك الاول مش كده؟ بس انا عارف ان هنا يعني لو البنت معجبه بواحد بتروح تكلمه عادي يعني. اكيد ما عجبتكيش. لا مش ده الموضوع خالص. امال ايه؟ ممكن اتنين يبقوا معجبين ببعض قوي بس ما ينفعوش لبعض. ليه؟ عشان انت من عالم وانا من عالم تاني. مش فاهم، ماله العالم بتاعي؟ بعيد قوي عنك وعن دنيتك. طب احنا ليه ما نعملش عالم مشترك بينا؟ طب لما الموضوع كده ليه وافقتي تشوفيني اصلا؟ عشان لو ما كنتش وافقت ان انا اجي واقابلك واقول لك الكلام ده كنت هتعيش تفتكر ان كان ممكن يبقى في حاجه ما بيننا. طب ما فيش امل ان احنا نحاول؟ ممكن اسالك سؤال؟
هو انت برج ايه؟ دلو. ادي النصيب عمل اللي عليه والدور عليك مستني ايه. اول طريق كل الاحلام خطوة لقدام. الوقت ده مش وقت سكوت ولا وقت كلام. فرصة حياة بتشاور ليك حلمت بيها وحلمت بيك. وريها نفسك اجري اوام خطوة لقدام. اخطفها من الدنيا وغير شكل الايام خطوة لقدام. ايه مالك؟ مالك انت كويس؟ عندي صداع جامد قوي. معلش عشان خرجت كده فجأة من الجلسة. انا فهمت. فهمت ايه؟ الرسالة وصلتني. انا مش عايزة اسألك عن اي حاجة الا اذا كنت انت عايز تحكي لي عن اللي انت شفته. انا شفت واحدة. ريم. شفت ريم بس في واحدة تانية كانت معاها. الواحدة دي كنت بشوفها في كل جلسة هنا. مش ممكن ابدا تشوف حد وانت نايم ما يكونش عدى عليك في الحقيقة. متهيألي ما شفتهاش في الحقيقة قبل كده. ما اعتقدش. ايه الفرق بين المرة دي والمرات اللي قبل كده؟ حسيت ان ريم ودعتني. عايز انا اكمل حياتي مع حد تاني. حبيبي التفاح فين؟ تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم خضتني. ايه يا بنتي شفتي عفريت؟ لا اصل متوقعش تيجي دلوقتي. وايه اللي معاكي ده؟ منضف لك اوضتك يا اخويا. ماشي. عمر تتغدى؟ اه. تتكلم جد؟ والله. انا عامله لك كل الاكل اللي انت بتحبه. انا ميت من الجوع. حبيبي. تعالي بقى عشان عايز اسالك عن حد. مين؟ اقعدي هنا. فاكره ملك صاحبتك اللي كانت معاكي في الكليه؟ كنت عايز اشوف الاكونت بتاعها على الفيسبوك. ملك مين؟ يا ولد؟ انتوا ما كنتوش بتحبوا بعض ها؟ هي كانت بيضه كده وطويله شويه وشعرها اصفر. ممكن مش بنحب بعض ليه؟ انا ما اعرفش حد اسمه ملك اساسا. الزهايمر اشتغل بقى، بنتك جالها زهايمر. يا بنتي كانت معاكي في فنون جميله. وهو انا كنت فنون جميله يا عمر؟ دي هي ما كانتش معاكي؟ لا يا حبيبي انا كنت في تجاره يا عمر. كنت في تجاره يا حبيبي. تجاره فعلا. كانت في تجاره فعلا. طب انت ما تعرفيش واحده اسمها ملك بالمواصفات دي؟ لا والله ما اعرفش. ما اعرفش. طب ما تفتكري كده ولا تدخلي على جروب الجامعه ولا اعملي اي حاجه؟ بتفتكري ايه هبه بقى؟ افتكر ايه يا ماما؟ هو افتكر وخلاص؟ ده ناس انا كنت في كليه ايه اساسا؟ طب انا هفكرك، خلاص هفكرها. هي اسمها ملك وكانت شوله. شوله. طيب مالها بقى ملك دي؟ اصل انا قابلتها النهارده في الجلسه. قابلتها عند الدكتوره؟ لا يا ماما دكتوره ايه؟ قابلتها في الحلم. في الحلم؟ اه. لا اكيد هدور لك عليها بقى يا عمر. سيبك يا ابني من الدكتوره اللي مش جايبه النتيجه دي. لا استني بس يا ماما، انا هدور له عليها. وعارفه كمان هعمل ايه؟ هسألك كل صحابي يمكن حد يعرفها ولا حاجه. اختي حبيبتي. انت والله هتدوري له عليها؟ هدور له عليها. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. بصي بقى، طلعي الموبايل بتاعك وادخلي على الاكونت بتاعك على الفيسبوك. يلا بسرعه. حاضر يا عمر. دوري باسم ملك اوكي. او عاليه حاضر. او مي برضو هو. طب لا بص دور انت بقى حبيبي عشان هكمل شغل. ماما ايوه انتوا وصلتوا يعني ولا لسه؟ انت فوق؟ طب ما تقولي يا اخي من الاول. انا طالع اهو. يلا.
اصل ملك 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 ملك، انا حسن. عمر. هو عمر؟ بص انا ما اسميش ملك، اوكي؟ شكلك بتشبه عليا. اصل انا شفتك قبل كده. يعني انت طلعت كل الادوار دي عشان تقولي ان انت شفتني قبل كده؟ اه. ممكن نعدي لو سمحت؟ اه. شكرا. معلش عايز اقول لك على حاجه بس. والله انا عايزه اعرف ايه الموضوع، بس انا عندي ميتنج لازم ادخل دلوقتي. طيب هستناكي. لا دول 6 ساعات. ماشي هستناكي برضه مفيش مشكله. هتستناني 6 ساعات؟ اه هستناكي 6 ساعات. طيب اوكي. ولا انت اسمك ايه؟ اصحى. هو انت لسه هنا؟ لسه هنا. انا قلت لك استناكي. ايوه بس كنت فاكرك بتهزر. لا كنت بتكلم بجد. طيب احنا مش هينفع نتكلم هنا خالص. طب تحبيني نروح مكان نقعد فيه؟ اي حته. بس انا ما اسميش ملك ولا مي ولا اسمك. خلاص بقى من غير اقتراحات. انا اسمي هنا. هنا؟ ازاي؟ زي اي حد اسمه هنا. طب هو انت برج ايه؟ ايه؟ بتضحكي على ايه؟ انت غريب قوي. ليه؟ عشان ده سؤال حريمي قوي. والله انا قلت كده. انا برج الميزان. ميزان؟ مش عقرب؟ لا. طب هو انت شوله؟ لا مش شوله. هو انت ايه حكايتك؟ خلينا نبدا من الاول. انا اسمي عمر. ازيك؟ ازيك يا عمر؟ من 7-8 شهور كده مراتي توفت واحنا في شهر العسل. صدمت طبعا صدمه كبيره جدا ورحت اتعالج عند دكتوره. كانت بتعالجني بطريقه غريبه شويه، يعني كنت بدخل في تنويم بشوف مراتي فيه. الغريبه بقى ان انا شفتك كذا مره. شفتني انا؟ ممكن يتشكل يا سما؟ الدنيا